أهلا بكم طلاب الصف الأول إعدادي في مادة العلوم. النهاردة هناخد كورس تأسيس العلوم. الكورس ده 3 أجزاء. كل جزء هناخد فيه معلومات أخدناها من رابعة وخمسة وستة في العلوم. كمان هناخد جزء جديد هنستخدمه في إعدادي. فإن شاء الله الكورس ده بعد ما نخلصه هتلاقي نفسك العلوم اللي أنت أخدته كله في سنة رابعة وخمسة وستة، الجزئيات المهمة كلها هنكون راجعنا عليها وفي وقت قليل جدا، بحيث انك تدخل المرحلة الإعدادية انت مطمن ومراجعة على أجزاء العلوم المهمة في المرحلة الابتدائية، وكمان واخد معلومات هتستخدمها كمان في إعدادي. تمام. فالكورس مقسم 3 أجزاء علشان توصل لك. تابعني واعمل اشتراك في الصفحة وفعل زر الجرس. كمان لو عايز تتابعنا على صفحة الفيسبوك اكتب الكرياتيف في العلوم والفيزياء على الفيسبوك، أو ممكن تكتب في جوجل الكرياتيف في العلوم والفيزياء وهتفتح معاك على طول الصفحة. هتلاقي مذكرات وشرح وصور تلخيص للمنهج. يلا بينا نبدأ أول حاجة معانا. الكورس ده مثلا هناخد النهاردة الجزء الأول، هندرس فيه إيه؟ هندرس فيه المادة، هناخد تعريفها، هناخد أنواعها، هناخد حالاتها، هناخد التحولات بتاعة المادة، الخصائص، التركيب، القياس يعني أدوات القياس اللي بنقيسها بيها، التغيرات اللي بتحصل للمادة. كمان هناخد المركبات والمخاليط دي أخدناها في سنة 5. هناخد تأثير الحرارة كمان على المادة، هناخد الجزيء تعريف وخصائصه وأنواعه، الذرة الحاجات دي جديدة، هناخد الفرق بين البروتونات والإلكترونات، كمان هناخد مستويات الطاقة، كمان هناخد الفرق بين العدد الذري والكتلي، وهناخد أنواع العناصر والمركبات. المعلومات دي في أجزاء كتير إحنا أخدناها قبل كده، في حاجات جديدة. تمام. عاوزكم كده الحصة النهاردة حلوة، لأن المعلومات بنجمع المعلومات كلها، فدي تأسيس ليك. انت هتاخد المعلومات دي تخش أولى إعدادي كده مطمن إنك انت واخد كل حاجة في سنة رابعة وخمسة وستة مهم هنستخدمها، حاطينها معانا في الكورس النهاردة والجزء التاني والتالت مع بعض. تمام. طب يلا بينا نبدأ. أول حاجة إيه؟ المادة. يعني إيه المادة؟ المادة دي قلنا كل ما له كتلة ويصغر حيز من الفراغ دي المادة. أو كان في تعريف تاني، المادة تصغر حيز من الفراغ سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية. طيب دول حالات المادة. لا يمكن، ركز معايا في الملحوظة المهمة دي، لا يمكن أن يشغل جسمان الحيز نفسه في نفس الوقت. يعني إيه؟ قلنا ما ينفعش يكونوا جسمين في نفس المكان في نفس الوقت. يعني ما ينفعش لو عندك كوباية ما ينفعش تحط فيها مية وما ينفعش تحط فيها كولا الاتنين في نفس الوقت في نفس المكان. يعني هما الاتنين جوه الكوباية، فما ينفعش انت عشان تحط الاتنين دول لازم تحط حاجة وتطلعها وتحط الحاجة التانية. ما ينفعش الاتنين يكونوا في نفس الوقت. تمام. طيب المادة بتوجد في كام حالة أخدناهم؟ قلنا المادة بتوجد في 3 حالات. طب فكرنا بيهم يا مستر ايه هما؟ الحالة الصلبة، الحالة السائلة، الحالة الغازية. طب تتكون المادة قلنا من وحدات متناهية الصغر سميناها هي الجسيمات. الجسيمات دي ليها خصائص. قلنا دايما الجسيمات دي في حالة حركة مستمرة، وكمان في بينها مسافات. يعني ايه حركة مستمرة؟ يعني دايما بتتحرك. يعني ايه بينها مسافات؟ زي ما احنا شايفين في الصورة اهو، جزيئات المادة الغازية مثلا الجزيئات بعيدة عن بعض. في السائلة في مسافات قليلة، في الصلبة المسافات بتقل. تمام. فدي قلنا عليها في الحالة الغازية والصلبة والسائلة. طيب هناخد الجسيمات متناهية الصغر. قلنا تتكون المادة من جسيمات متناهية الصغر، وده بنسميه حالات المادة اللي هم ايه؟ صلبة سائلة غازية. قلنا المادة الصلبة دي الجسيمات بتاعتها مترابطة، يعني كلها قريبة من بعض وقريبة ايه من بعضها، بتحافظ على شكلها. قلنا بتاخد شكل الإناء الموجودة ايه فيه، ولكن لا تنتقل، ولكن تتحرك حركة ايه؟ اهتزازية. تمام. طيب المادة السائلة قلنا الجسيمات بتاعتها مترابطة بس أقل من مين؟ من الصلبة. هي مترابطة بس الترابط بتاعها هنا بص هتلاقي في الصلبة كل الجزيئات مترابطة مع بعضها، لكن هنا هتلاقي يكون مثلا جزيئين مترابطين مع بعض. فاهم الفكرة؟ فالجزيئات مترابطة بس أقل من الترابط بتاع مين؟ بتاع المادة الصلبة، وينفع أفصلها عن بعضها بسهولة وتاخد شكل النار الموجودة
فيه. طب زي ايه مادة سائلة؟ مثلا لما تحط مية جوه الكوباية بتاخد شكل الكوباية. تمام. طيب المادة الغازية دي الجسيمات بتاعتها غير مترابطة، تلاقيها بعيدة عن بعض جدا، بتتحرك بسرعة، بتتحرك بحرية لوحدها. تمام. طيب يبقى أنواع المادة 3: صلبة، سائلة، غازية. الصلبة تحتفظ بشكلها ما لم يتسبب شيء في تغييرها، يعني هي لو عندك مادة صلبة تفضل زي ما هي، إذا لم تجيب حاجة تغير من شكلها. زي مثلا القلم اللي أنت ماسكه مثلا في إيدك ده قلم إيه؟ صلب. ينفع يتغير شكله لوحده؟ لا، يتغير امتى؟ لما مثلا تعمل له عملية انصهار، تحطه في درجة حرارة عالية، ينصهر يتغير شكله. لكن لو هو في درجة حرارة عادية من غير أي تأثير، من غير أي حاجة، يفضل زي ما هو. دي المادة الصلبة. طب المادة السائلة ليس لها شكل محدد، بس بتاخد شكل الإناء الموجودة فيه زي إيه؟ الماء. طيب المادة الغازية قلنا بتملأ أي إناء، مثل إطار الدراجة أو السيارة، زي الهواء. الهواء ده مادة إيه؟ غازية، الموجود جوه العجلة بتاعته أو الإطار بتاع الدراجة أو السيارة. تمام كده؟ طب نكمل. تحولات المادة. إيه هي تحولات المادة؟ إحنا خدناهم في سنة 5 وخدناهم في سنة 6 كمان، اللي هم 4 تحولات عندي، اللي هم الانصهار والتجمد، تكثيف أو تكثف، والغليان. قلنا الانصهار ده بحول المادة من حالة صلبة لحالة إيه؟ سائلة، بسبب ارتفاع إيه؟ درجة الحرارة. يبقى لما بزود درجة الحرارة تتحول المادة الصلبة إلى سائلة، وده سميناه إيه؟ الانصهار. يبقى الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة سائلة. كمان قلنا التجمد. إيه هو التجمد؟ التجمد ده عكس الانصهار. طيب إيه هو؟ قلنا بنحول المادة السائلة إلى الحالة الصلبة. طب عن طريق إيه؟ عن طريق انخفاض درجة الحرارة. يبقى الانصهار بزود حرارة، التجمد بقلل أو بخفض درجة الحرارة. التكثيف أو التكثف. إيه هو التكثف؟ بحول المادة من حالة غازية إلى حالة سائلة. يعني المادة اللي عندي بتكون غازية زي بخار، أنا بحولها لحالة إيه؟ سائلة زي مية. طب الغليان عكس التكثف. هو الغليان هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. لما بجيب مية وبفضل أغلي فيها، تفضل المية تغلي تغلي لحد ما تتحول لبخار، والبخار ده يتحرك في الهواء. لاحظ معايا التجمد عكس الانصهار، التبخر عكس مين؟ عكس التكثف. يبقى التجمد عكس الانصهار، التبخر عكس التكثف. تمام. لكل مادة درجة انصهار ودرجة تجمد خاصة بيها، تختلف عن باقي المواد. 3 ملحوظات مهمين جدا: التجمد عكس الانصهار، التبخر عكس التكثف. لكل مادة درجة انصهار ودرجة تجمد خاصة بيها، يعني كل مادة ليها درجة انصهار مختلفة عن التانية. تمام. يبقى المادة الصلبة بعمل ليها انصهار تتحول لمادة سائلة، بعمل ليها تبخر تتحول لغاز، الغاز ده بعمل عملية تكاثف أو تكثف يتحول لسائل، والسائل ده بعمل ليه عملية تجميد أو تجمد بتحول إلى مادة صلبة. تمام كده؟ طب تحولات المادة زي ما احنا شايفين، تتغير المادة من حالة إلى أخرى عند اكتساب الحرارة بالتسخين أو فقد الحرارة بالتبريد. المخطط ده زي اللي احنا شفناه في السلايد اللي فات، نفس الفكرة. بيقول لك عندك مية، لما تعمل ليها عملية تجمد تتحول إيه؟ تلج. يبقى تتحول مية حالة سائلة تتحول لحالة صلبة، تتحول إلى تلج عن طريق عملية إيه؟ التجمد. طب التلج ده هتحوله المية إزاي؟ بتعمل انخفاض لدرجة الحرارة، ولا زيادة أو ارتفاع؟ تعمل ارتفاع، فلما ترتفع درجة الحرارة للتلج بتحول إلى إيه؟ ماء. تمام. والماء ده حالة إيه؟ سائلة. طيب الماء في الحالة السائلة ده لما تسخنه وتفضل تغليه، بتعمل له عملية تبخير وبتحول إلى بخار ماء، وده حالة إيه؟ غازية. ولما تعمل البخار ده انخفاض في درجة حرارة أو تكثف، يتحول الماء لحالة سائلة. يبقى زي ما أنت شايف السهم أهو، لما ترفع درجة حرارة تتحول الصلبة إلى سائلة، والسائلة بتتحول إلى غازية. لما تعمل خفض درجة حرارة، يعني تعمل تبريد، الحالة الغازية
بالتكثف تتحول لحالة سائلة، وبالتجمد تتحول إلى حالة إيه؟ صلبة. وقلناهم التعريفات بتاعتنا: الانصهار والتجمد والتبخر والتكثف. الانصهار هو تحول المادة من حالة صلبة لحالة سائلة بارتفاع درجة حرارة. التجمد هو تحول المادة من حالة سائلة لحالة صلبة بانخفاض درجة حرارة. التبخر هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بارتفاع درجة الحرارة. التكثف هو تحول المادة من حالة غازية لحالة سائلة بانخفاض درجة حرارة. يبقى أنا عندي عمليتين بيتم عن طريق رفع درجة حرارة أو ارتفاع درجة حرارة، اللي هما إيه؟ انصهار وتبخر. وعندي عمليتين بيتم عن طريق انخفاض درجة حرارة، اللي هما تكثف وتجمد. تمام كده؟ تاني، ركز معايا. العمليات عندي 4 عمليات: انصهار، تجمد، تبخر، تكثف. في عمليتين بيتم عن طريق رفع درجة الحرارة، اللي هما الانصهار والتبخر. في عمليتين بيتم عن طريق خفض درجة الحرارة، اللي هما التكثف والتجمد. تمام. السلايد ده ركز معايا فيه. ده الحالة بتاعت المواد الثلاثة، هنقارن بينهم من حيث الشكل. الجسيمات نفسها ايه، الحركة بتاعت الجسيمات، وهناخد أمثلة، وهناخد ترابط الجسيمات ازاي مترابطة مع بعضها والمتفككة وكمان هناخد انتشار ايه الجسيمات. أول حاجة الترابط. الحاجات دي كلها واخدينها في سنة 5 و6 على فكرة، ركزوا معايا. طيب، أول حاجة هنقارن بينها بين الثلاث حالات للمادة اللي هما الصلبة والسائلة والغازية: ترابط الجسيمات. يعني إيه الترابط؟ يعني قوة التماسك، الترابط بين الجزيئات. الحالة الصلبة دي الجسيمات بتاعتها مترابطة ومتماسكة، مالها قريبة جدا من بعضها. يبقى الجسيمات مترابطة ومتماسكة قريبة جدا من بعضها. الحالة السائلة زي ما جايب لك في الصورة اهوت مكعبات التلج. الحالة السائلة مترابطة مع بعضها، بس الترابط بتاعها أقل من الحالة الصلبة زي المية السائلة. طيب، الحالة الغازية الجسيمات غير مترابطة وغير متماسكة، يعني حرة. مفيش ترابط بينهم زي بخار المية. طب شكل الجسيمات لديها نمط مرتب، يعني الجسيمات بتاعتها بتكون ايه مترتبة زي ما انت شايف اهو. الجزيئات أو الجسيمات بتاعتها مترتبة ترتيب متقن ومرتب. تمام. الجسيمات في الحالة السائلة بتاخد شكل الإناء الموجودة إيه فيه. يعني لو موجودة جوه كوباية بتاخد شكل الكوباية، موجودة جوه أنبوبة بتاخد شكل الأنبوبة. تمام. طيب، الحالة الغازية تنتشر لتملأ أي إناء توضع فيه. حركة الجسيمات تتحرك حول موضعها ولا تنتقل من مكان لآخر. الجسيمات الصلبة ما بتتحرك في مكانها، قلنا حركة اهتزازية، بس ما بتنتقلش من مكان إلى إيه آخر. يبقى حركة الجسيمات في الحالة الصلبة حركة اهتزازية حول موضعها، لا تنتقل من مكانها إلى مكان آخر. طيب، الحالة السائلة تتحرك الجسيمات بشكل أسرع من الصلب. تمام. طيب، الغازية تتحرك بسرعة كبيرة جدا، أسرع من الصلبة أو السائلة. انتشار الجسيمات لا تنفصل عن بعضها ولا يمكنها الانتشار في الفراغ. يبقى الانتشار بتاع الجسيمات الصلبة ما بتنفصلش عن بعضها قلنا، وكمان يعني لأنها مترابطة متماسكة، ولا يمكنها الانتشار في الفراغ. تاني حاجة تحافظ على تماسكها أثناء الحركة. يبقى هي ليه ما بتنتشرش في الفراغ؟ لأن دي الجسيمات مترابطة متماسكة مع بعضها. تاني حاجة بتحافظ على شكلها. طيب، الجسيمات في الحالة السائلة يمكن أن تبتعد عن بعضها ويمكنها الانتشار فيها، ولا يمكنها الانتشار في الفراغ. يبقى الصلبة والسائلة لا يمكنها الانتشار فيها في الفراغ. يبقى الجسيمات في الحالة الصلبة لا تنفصل عن بعضها ولا يمكنها الانتشار في الفراغ. ازاي يعني؟ قلنا ان الجسيمات دي مترابطة ومتماسكة مع بعضها، فما ينفعش تنفصل عن بعضها، وما ينفعش تنتشر فيها في الفراغ، وبتحافظ على تماسكها أثناء الحركة. تمام. طيب، الجسيمات في الحالة السائلة يمكن أن تبتعد عن بعضها ولا يمكنها الانتشار في الفراغ. ما ينفعش تنتشر في الفراغ برضه. لكن الحالة الغازية تبتعد عن بعضها بسهولة ويمكنها الانتشار في الفراغ. تبتعد عن بعضها ويمكنها الانتشار في الفراغ. أمثلة للمواد الصلبة: التلج، الحديد، الصخور.
كل دي مواد صلبة. طب المواد السائلة، الماء، اللبن، الزيت. طيب الجسيمات في الحالة الغازية، بخار الماء والهواء. تمام. هناخد حاجة تاني، خصائص المادة. عندي خصائص المادة في خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية. يبقى عندي خصائص المادة في خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية. ايه هي الخصائص الفيزيائية وايه هي الخصائص الكيميائية؟ عندي الخصائص الفيزيائية دي، الخصائص الفيزيائية دي من خلال يمكن بلاحظها، أنا أنفع ألاحظها يعني من خلال الحواس، أو ممكن أعمل قياس ليه. تاني حاجة يمكن ملاحظتها دون تغير في المادة، يعني ينفع أشوف الخواص دي من غير ما أعمل تغيير في المادة. تمام. طب زي ايه خصائص الفيزيائية يا مستر؟ زي الشكل بتاع المادة، أقدر أعرف المادة من شكلها، ممكن من اللون، من الملمس، من الرائحة، من الطعم، من الكثافة، من الكتلة، من الحجم، من درجة الحرارة. المغناطة، ايه هي المغناطة؟ اللي هي المغناطيسية. طيب بعد كده خصائص الكيمياء. ايه هي الخصائص الكيميائية دي؟ دي خصائص تصف كيفية تفاعل المادة مع المواد الأخرى، ازاي المادة دي بتتعامل مع المواد التانية وبتتفاعل مع المواد التانية. طيب يمكن ملاحظتها إذا حدث تغيير واضح في المادة. يبقى عندي خصائص الفيزيائية دي بشوفها من غير تغيير، من غير ما يحصل أي تغيير فيها في المادة. لكن الخصائص الكيميائية لازم يحصل تغيير عشان أقدر أشوفها. ركز معايا الكلام ده، احنا خدناه بس هراجعه تاني معاك ما هو. يبقى الخصائص الفيزيائية، الجزئية دي مهمة جدا. الخصائص الفيزيائية بتاعت المادة أنا ينفع أشوفها من غير أي تغيير في المادة، لكن الخصائص الكيميائية لازم يحصل تغيير، يحدث تغيير في المادة عشان أقدر أشوفها. طب إيه الخصائص الكيميائية دي؟ زي القابلية للمادة للاشتعال. قابلية المادة للاشتعال يعني إيه؟ المادة دي تشتعل ولا لأ؟ في مواد قابلة للاشتعال، في مواد غير قابلة للاشتعال. طب زي ايه مواد قابلة للاشتعال يا مستر؟ زي الورق، أول ما تيجي تولعه بيتحول إلى إيه؟ يحترق ويتحول إلى رماد أسود. طيب تاني حاجة معايا قابلية المادة للصدى. في مواد بعد مرور فترة من الزمن عليها بيحصل عملية إيه؟ الصدى. طيب زي إيه المادة دي؟ زي الحديد الذي يصدى عند تعرضه الماء والهواء. تمام. يبقى عندي في مواد قابلة للصدى، في مواد قابلة للاشتعال. الحاجات دي لازم يحصل تغيير عشان أشوفها، ودي قلنا عليها خصائص كيميائية. تمام. تمام. هناخد حاجة تانية دلوقتي اسمها قياس المادة. يمكن قياس خصائص المادة باستخدام بعض الأدوات. في بعض الأدوات اللي أخدناها ينفع أقيس بيها خصائص المادة، زي مثلا شريط القياس أو المتر اللي احنا بنقوله في الحالة العملية بتاعتنا بنقول على المتر. طيب الخاصية بتاعته هي دي خاصية الطول. بستخدمه في إيه؟ أنا ممكن أقيس أبعاد غرفة، طول باب، طول شباك. تمام. فالمتر ده أو شريط القياس بستخدم الخاصية بتاعته خاصية إيه؟ الطول. بستخدمه في قياس أبعاد أطوال غرفة أو باب أو شباك. تاني حاجة معايا الميزان المعتاد. الخاصية بقيس بيها إيه؟ الكتلة. طيب مثلا قياس كتلة كمية من التفاح أو كمية من المانجا دلوقتي. تمام. طبعا طب عشان أنت تيجي تقيس الكتلة بتاعة المانجا مثلا، فبتلاقي الميزان ده ذو كفتين أو بنسميه الميزان المعتاد. في تالت حاجة معانا وعاء القياس. الخاصية الحجم. طب وعاء القياس ده بستخدمه في قياس حجم كمية من اللبن، حجم كمية من الماء. معانا حاجة تاني برضو الترمومتر كلنا عارفينه بنقيس بيه خاصية درجة الحرارة، فبستخدمه في قياس درجة حرارة المواد. تمام. يبقى أنا عندي 4 أدوات بقدر أقيس بيهم خصائص المادة. مثلا إيه هي الخصائص يا مستر؟ زي الطول، الكتلة، درجة الحرارة، الحجم. الطول بيه بشريط القياس، الكتلة بالميزان المعتاد، الحجم مع القياس، درجة الحرارة بالترمومتر. تغيرات المادة. يحدث المادة نوعان من التغيرات، هما تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. ومن التغيير الفيزيائي ده تغير في حجم أو شكل أو حالة المادة، ولا ينتج عنه مادة جديدة. يعني إيه؟ قلت كنا بنقول التغير ده بيحصل في سنة 6. التغير ده بيحصل في تركيب المادة أو في سوري، بيحصل في حجم أو شكل أو حالة المادة.
بس مش بيديني مادة جديدة. طب اديني مثال يا مستر. زي مثلا انصهار الشمع، انت لما تجيب شمعة تولعها كده تفضل تنصهر 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 وتسيح كده، تتحول لجزء شكلها كانت بالطول مثلا تبقى دائرية، فالشكل اتغير هنا. تمام. مثلا الورق، جبت ورق فضلت تقطع فيه تقطيع الورق، انت اداك مادة جديدة؟ لا، هو الورق بس انت قطعته الى اجزاء، فانت كده غيرت ايه؟ الشكل والحجم بتاع الورق. طيب تقطيع الثمار والخضروات، انت جبت فاكهة قطعتها الاجزاء، كده غيرت الشكل. الخشب والمعادن، انت غيرت الشكل بتاع الخشب، عملت باب، عملت شباك، عملت مثلا عصاية، كده. المعادن نفس الحوار، فانت كده غيرت شكل لكن ما غيرتش ايه، ما عملتش مادة جديدة. كمان زي ذوبان السكر او الملح، السكر او الملح كان مادة صلبة تحول لمادة ايه، سائلة، تاب في المية مثلا، فكده حولت الحالة بتاعت ايه، المادة. يبقى تغير في زيادة، تغير في حجم او شكل، او في حالة المادة بس لا ينتج عنه مادة جديدة. طيب التغير الكيميائي اللي بيكون مادة جديدة، ده تغير يؤدي إلى تكون مادة جديدة. ده التغير إيه؟ كيميائي. يبقى الفيزياء مش بيكون مادة جديدة، الكيمياء بيكون مادة جديدة لها خصائص كيميائية وفيزيائية مختلفة عن المادة اللي كانت في الأول، عن المادة الأصلية. طب زي إيه مثلا؟ خلي بالك هنا بقول احتراق الخشب. الفيزياء كنت بقول تشكيل الخشب، ممكن اعمل باب وشباك، لكن احتراق الخشب انا خليت الخشب ده تحول الى رماد، فكده انت غيرت المادة نفسها، انت عملت مادة جديدة اللي هي رماد. صدى الحديد، كان حديد عندي مثلا مسمار وصدى، كونت طبقة جديدة كيميائية اللي هي صدى الحديد. خلط الخل مع صودا الخبز، تعفن الثمار لما أي فاكهة عندك تفضل وتعفن كده بيحصل لها مادة جديدة تتكون عليها، وده اسمه تغير كيميائي. هضم الغذاء، تغير كيميائي، انت أكلت مثلا فاكهة واتهضمت داخل المعدة فتحولت ايه لعناصر كيميائية، فانت كده غيرت المادة ايه الأصلية بتاعتك. تمام. هناخد حاجة تانية دلوقتي اسمها المخلوط المركب. ايه هو المخلوط؟ المخلوط ده شكل من اشكال المادة بيتكون من مادتين او اكتر، يعني جبت مادتين خلطتهم مع بعض، ده بنسميه مخلوط. طيب توجد انواع المخاليط، عندي انواع كتير من المخاليط، توجد انواع من المخاليط، منها عندي ثلاثة مثلا، هم صلب مع صلب، يعني مادة صلبة مع مادة صلبة، زي الملح والسكر، جبت شوية ملح حطيته مع شوية سكر، كده مادة صلبة مع مادة صلبة. جبت ملح مع كمون مثلا، انت كده عملت مخلوط التوابل، كمون وفلفل اسود مثلا والملح، كده انت عملت مخلوط التوابل. والمكسرات، لب مع فول سوداني مثلا، فكده انت عملت مخلوط صلب مع صلب، يعني مادة صلبة مع مادة صلب. مخلوط صلب مع سائل، جبت مادة صلبة حطيتها مع حاجة سائلة زي المية والملح أو المية والسكر، فده مخلوط صلب مع سائل. أو مخلوط ماء البحر، المية مع التربة أو الرمل. تمام. طيب مخلوط غاز مع غاز، جبت آه، مادة غازية أو في حالة غازية أو مع مادة تانية، زي مخلوط الهواء الجوي، الأكسجين والنيتروجين مع بعض، وفي غازات أخرى زي ثاني أكسيد الكربون وكده، فأنت دخلت إيه مادتين مع بعض. طب إيه خواص المخلوط دي؟ تحتفظ كل مادة في المخلوط بخصائصها، يبقى كل مادة في المخلوط بتحتفظ بإيه؟ بخصائصها. تاني خاصية معايا من خواص المخلوط، لا تتحد المواد المكونة للمخلوط كيميائيا، وبالتالي لا تتكون مواد جديدة. يعني انت جبت السكر مع الملح، هو السكر وهو الملح، كل مادة بتحتفظ بخصائص ومش بيتحدوا مع بعض، مكونوش مادة جديدة، وبالتالي لا تتكون مواد جديدة. يمكن فصل المخلوط بطرق إيه؟ فيزيائية، وعندنا بعض الطرق اللي أخدناها اللي يمكن بيها فصل المخلوط. طب إيه هي طرق فصل المخلوط دي؟ يتم فصل المخلوط بعدة طرق. كم طريقة؟ هما المفروض ثلاثة. طب إيه هما؟ أول حاجة التبخير، أو ناخدهم بالترتيب زي ما احنا كاتبين هنا، الجذب المغناطيسي، تستخدم هذه الخاصية لفصل المواد المغناطيسية عن غيرها، مثل مخلوط برادة الحديد والرمل. يعني لو عندك شوية حديد كده برادة،
الراجل بتاع اللي بيعمل أبواب حديد مثلا، في برادة من التقطيع بتاع الحديد بتنزل على الرمل، فأنت عايز تفصل البرادة عن الرمل، بتعمل إيه؟ بتجيب المغناطيس، فالمواد اللي هي الحديد دي بتنجذب إيه؟ المغناطيس جواتها، كده أنت فصلت المواد المغناطيسية عن غيرها. تاني حاجة التبخير، تستخدم هذه الطريقة لفصل المواد الصلبة الذائبة في السائل مثل مخلوط الملح والماء. مثلا عندك شوية ملح وشوية مية، تمام، فأنت عايز تفصل الملح ده عن المية، تعمل إيه؟ تعمل تبخير، تسخن المية، تفضل تسخن المية، تسخن المية، تتبخر كل المية ويفضل الملح إيه؟ في الإناء. الترشيح، إيه هو الترشيح؟ تستخدم لفصل المواد الصلبة غير الذائبة في السائل زي مخلوط الرملة والماء، فأنت عندك شوية مية فيهم شوية رمل، فعايز تفصل الرملة دي عن المية، بتجيب حاجة مرشح وتكب المية فيه، فبينزل السائل اللي هو الماء ويفضل إيه؟ الرمل. تمام كده، إيه المخلوط أخدناه، وخدنا طرق فصل المخلوط. هناخد حاجة تاني دلوقتي اسمها إيه؟ المركب. المركب إيه هو ده؟ شكل من أشكال المادة بيتكون من عنصرين أو أكتر متحدين كيميائيا. خلي بالك إحنا كنا بنقول المخلوط شكل من أشكال المادة بيتكون من مادتين أو أكتر، هنا بنقول شكل من أشكال المادة بيتكون من عنصرين أو أكتر. هنا كنا بنقول إيه؟ مادتين، لكن هنا بنقول إيه؟ عنصرين. ده أول حاجة. تاني حاجة هنا غير متحدين، يعني إحنا قلنا كل خواص المخلوط لا تتحد مكون المخلوط إيه؟ كيميائيا، لكن في المركب بتتحد بمتحدين كيميائيا. خواص المركب تختلف خواص المركب عن خواص مكونات، يعني المركب اللي بيطلع عندي مختلف عن خواص المواد اللي كونت المركب. تاني حاجة تتحد مكونات المركب مع بعضها إيه؟ كيميائيا، ودي اللي بتخلي المخلوط يختلف عن المركب، والمخلوط غير متحدين كيميائيا، المركب متحدين كيميائيا. تمام كده؟ طيب، مقارنة بين المخاليط والمركبات. المخاليط دي مكوناتها أو عناصر مكونات عناصر أو مركبات أو الاتنين مع بعض، لكن المركبات مكوناتها عناصر فقط. المخاليط تحتفظ بمكونات بخصائصها، لكن المركبات تفقد المكونات خصائصها، يعني بتختلف عن المركب اللي طلع عندي. طيب المخاليط تفصل مكوناتها بوسائل فيزيائية، لكن المركبات دي تتفكك بوسائل كيميائية، تتكون بأي نسب من الكتل، يعني أي نسب تعملها تتكون المخلوطات، لكن المركبات دي لازم نسب معينة. تمام؟ طيب، هناخد حاجة تاني، تأثير الحرارة على المادة. إيه هي تأثير درجة الحرارة والطاقة الحرارية على المادة؟ قلنا تعتبر الطاقة الحرارية صورة من صور طاقة الحركة. فالطاقة الحرارية دي هي مجموع طاقة حركة الذرات والجزيئات المادة، يعني الذرات والجزيئات لما بتتحرك الحركة بتاعتها، مجموع الحركة دي كلها هو الطاقة الحرارية. يبقى ايه هي الطاقة الحرارية دي؟ هي مجموع طاقة حركة ذرات وجزيئات المادة. عند زيادة درجة حرارة المادة تزداد سرعة الجسيمات المكونة لها. طب ايه هي طرق انتقال الحرارة؟ تنتقل الحرارة بثلاث طرق مختلفة: انتقال الحرارة بالتوصيل خلال الأجسام الصلبة، انتقال الحرارة بالحمل خلال الأوساط الغازية والسائلة، انتقال الحرارة بالإشعاع خلال الأوساط المادية وغير المادية. يبقى تنتقل الحرارة بثلاث طرق مختلفة، زي انتقال الحرارة بالتوصيل خلال الأجسام الصلبة، توصيل من أجسام الصلبة، حمل أوساط سائلة وغازية مش صلب، يبقى الحمل مش هينفع في الصلب، التوصيل بس في الصلبة بس. تمام، ركز معايا، التوصيل في الأجسام الصلبة بس، الحمل مش هينفع في الصلب لكن ينفع في السائلة والغازية. الإشعاع ينفع في الأوساط المادية وغير المادية. يبقى عندي كام طريقة لانتقال الحرارة؟ توصيل، حمل، إشعاع، دول الثلاث طرق بتوع انتقال الحرارة. هناخد درجة العلاقة بين درجة الحرارة وحجم المادة. تؤثر درجة الحرارة على شكل وترتيب الجسيمات اللي هي الجزيئات المكونة للمادة، بتسبب عمليتين اللي هما التمدد والانكماش، دول أخدناهم في سنة 6. إيه هو التمدد وإيه هو الانكماش؟ تمام؟ طب التمدد ده تغير يحدث في الجزيئات المكونة للمادة بيؤدي إلى زيادة المسافات. يبقى التمدد بيعمل عندي زيادة المسافات الفاصلة
بين مين الجزيئات المكونة للمادة. تاني حاجة بيعمل ضعف قوة الترابط، بيزود طاقة الحركة. فالتمازج الحراري ده تغير يحدث الجزيئات المكونة للمادة، يؤدي إلى زيادة المسافات الفاصلة بينها، وبيضعف قوة الترابط، وبالتالي يعمل إيه؟ زيادة حركتها وزيادة طاقة الحركة له. الانكماش الحراري ده تغير يحدث للجزيئات المكونة للمادة، يؤدي إلى صغر المسافات الفاصلة بينها. يبقى هو التغير بيحصل في جزيئات المادة، بيعمل إيه؟ صغر المسافات، بيأثر المسافات ده الانكماش. يبقى التمدد بيزود المسافات، الانكماش بيقلل المسافات الفاصلة. تاني حاجة بيزود قوة الترابط، الانكماش عندي بيقلل المسافة، يبقى بيزود قوة الترابط. لكن التمدد بيزود المسافة فبيقلل قوة الترابط، يعني علاقة عكسية. اللي بتزيد عنده مسافات بتقل قوة الترابط، واللي بتقل عنده المسافات بتزيد قوة الترابط. مين اللي بتزيد عنده المسافات؟ التمدد. فالتمدد ده زيادة مسافة الحاجة بتطول كده، وبتضعف قوة الترابط بتاعت مين؟ الجزيئات. الانكماش بيصغر المسافات وبيزود قوة الترابط، فطاقة الحركة بيحصل لها ايه؟ بتقل. يبقى طاقة الحركة في التمدد بتزيد، طاقة الحركة في الانكماش بتقل. انت لي تطبيقات يا مستر. أخدنا مثلا صناعة الترمومترات، فواصل التمدد الموجودة في الكباري المعدنية، فتح الغطاء المعدني. الكلام ده كله قلناه في سنة ايه؟ سنة 6. طب دلوقتي هناخد حاجة جديدة معانا، ممكن أول مرة نسمع بيها، اللي هي وحدة بناء المادة أو تركيب المادة، اللي هو ايه؟ الجزيء. ايه هو الجزيء ده؟ أصغر جزء من المادة يمكن أن يتواجد في حالة انفراد وتتضح فيه خصائص أو خواص المادة. ينفع يوجد في حالة انفراد، وكمان بتتضح في خواص المادة، يعني بتظهر في خواص المادة. يبقى المادة بتتكون من جزيئات. طب وحدة بناء المادة مين؟ الجزيئات. طب أهم خصائص جزيئات المادة دي، قلنا في حالة حركة مستمرة توجد الفراغات بين الجزيئات. المادة بنسميها مسافات بينية. يوجد بين جزيئات المادة قوة ترابط أو تماسك. دول خصائص جزيئات المادة. طب عند انواع جزيئات عناصر وجزيئات مركبات. طب ايه هو العنصر وايه هو المركب الاول؟ العنصر ده ابسط صورة نقية للمادة، يعني ابسط حاجة توصل لها ده العنصر. يعني تجيب مادة تقدر تكسرها وتفتتها الى اجزاء بسيطة صغيرة، ابسط حاجة توصل ليها او اخر حاجة ينفع توصلها بعد ما تفتتها اللي هو ايه؟ العنصر. يبقى ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها الا ما هو ابسط من ما ينفعش توصل حاجة ابسط منها تاني. يبقى ده هو مين؟ العنصر. طب المركب، هو المركب لسه قايلين ان المادة تنتج من اتحاد ذرتين او اكتر بنسب وزنية مختلفة. المركب ده بيتم اتحاد كيميائي. طيب العنصر ده أو جزيئات العناصر دي بتتكون من جزيء من ذرة واحدة أو مجموعة من الذرات، زي مين؟ زي الهيدروجين H2. طب جزيئات المركبات تتكون من جزيء من ذرتين على الأقل مختلفين، لازم يكونوا مختلفين. هنا ذرة واحدة أو مجموعة من الذرات بس متماثلة زي بعض. ليه قلت H2؟ يعني ذرتين H و H اداني H2 اللي هو مين؟ جزيء الهيدروجين. لكن هنا كلوريد الهيدروجين H وسي ال، فالذرتين مختلفين، واحدة كلور وواحدة هيدروجين. يبقى جزيئات عناصر بتكون الذرات متشابهة، جزيئات المركبات اللي بتكون المواد أو الجزيئات مختلفة. أنواع الجزيئات، جزيئات العناصر تتركب جزيء من نوع واحد من الذرات متشابهة. جزيئات المركبات تتكون من ذرات مختلفة، ذرتين أو أكتر. طب أنواع المواد من حيث قدرتها على توصيل الكهرباء قسمناهم إلا مواد موصلة للكهرباء ومواد عازلة للكهرباء. هو أخدنا في سنة 6 الكلام ده، وإن المواد الموصلة للكهرباء دي مواد تتدفق من خلال الطاقة الكهربائية اللي هي الإلكترونات بسهولة، زي الألمنيوم والنحاس، المشبك المعدني، عملات معدنية. ده كله موصل للكهرباء. يبقى المواد الموصلة دي مواد تتدفق من خلالها الطاقة الكهربائية. طب المواد العازلة مواد لا تتدفق من خلال الطاقة الكهربائية، يعني ما بتعديش فيها الطاقة الكهربائية. ايه هي الطاقة الكهربائية اللي قلنا عليها؟ الإلكترونات. يبقى مواد لا تنتقل من خلالها الإلكترونات، زي المطاط، بلاستيك، الخشب،
ماشي. فلما بجيب مادة موصلة زي مسبك معدني أو عملة معدنية فبتوصل كهرباء. بجيب مادة غير موصلة أو مادة عازلة زي الممحاة أو البلاستيك أو المطاط، دي مش بتعدي كهرباء في الدائرة. وقلنا كمان معلومة، يجب تغليف معظم الأسلاك الكهربائية بالمطاط أو البلاستيك. ليه بنغلف الأسلاك الكهربائية بالبلاستيك اللي عندنا في المنازل؟ للحماية من الصدمات الكهربائية، لأن المطاط والبلاستيك دول من المواد العازلة للكهرباء. اذكر السبب. المواد العازلة للكهرباء أهمية كبرى. ليه؟ طب المواد العازلة دي مهمة؟ لسه قايلين لأنها تستخدم في الأماكن التي يجب فيها عزل التيار الكهربي، مثل عزل الأسلاك الكهربية باستخدام مين؟ البلاستيك والمطاط، مما يحافظ على سلامتنا عند استخدام الأجهزة. يعني تخيل كده السلك بتاع الشحن أو أي حاجة كده في البيت، أنت بتحط الفيشة من غير بلاستيك كده أو سلك فيه بلاستيك أو مطاط، فيحصل لك إيه؟ هتتكهرب. يبقى إحنا حاطين ليه المواد العازلة دي؟ للحماية من الصدمات الكهربائية أو حماية من التيار الكهربي. تركيب الذرة. الذرة إيه هي الذرة دي؟ إحنا قلنا المادة بتتكون من جزيئات، والجزيئات دي بتتكون من ذرات. يبقى المادة بتتكون من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات. إيه هي الذرة؟ دي أصغر وحدة بنائية للمادة يمكن أن تشترك في التفاعلات الكيميائية. يبقى تركيب الذرة هي أصغر وحدة بنائية للمادة يمكن أن تشترك في التفاعلات الكيميائية. بتتكون الذرة من إيه؟ بتتكون من حاجتين، من نواة مركزية الشحنة بتاعتها موجبة وبتدور حولها أو محاطة بمدارات تحتوي على إلكترونات، بتدور بسرعة فائقة، يعني سرعة الإلكترونات حول النواة سرعة كبيرة جدا. طب يبقى تركيب الذرة حاجتين هما نواة موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة. طب النواة دي يا مستر ليه الشحنة موجبة؟ لأنها بتتكون من بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة. فأنا عندي حاجة موجب وحاجة متعادلة، يبقى الشحنة الكتيرة مين؟ الأغلب، اللي هي هنا موجب وهنا متعادل، فالشحنة الغالبة يبقى إيه؟ موجبة. عشان كده شحنة النواة موجبة. شحنة الإلكترونات إيه؟ سالبة. طب شحنة الذرة عندي موجب وسالب، يبقى شحنة إيه؟ متعادلة. تمام؟ يبقى شحنة النواة موجبة، شحنة الإلكترونات سالبة، شحنة النيوترونات متعادلة، شحنة الذرة متعادلة. النواة شحنة موجبة الشحنة تحتوي على جسيمات موجبة الشحنة تسمى إيه؟ بروتونات، وجسيمات متعادلة تسمى نيوترونات. عشان كده يغلب على النواة الشحنة إيه؟ الموجبة. تاني حاجة كتلة الذرة مركزة في النواة. ليه؟ بسبب ضآلة كتلة الإلكترونات. يعني الكتلة بتاعت الإلكترونات ضئيلة جدا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنواة. إذا مقارنة بالبروتونات والنيوترونات، والبروتونات والنيوترونات دول بيكونوا مين؟ بيكونوا النواة، والذي تحتويهما النواة. فيمكن إهمال كتلة الإلكترونات لأن كتلتها صغيرة جدا. لكن ما ينفعش أهمل الشحنة اللي هي شحنة سلبية. ينفع أهمل كتلة لكن ما ينفعش أهمل شحنة. الإلكترونات جسيمات سالبة الشحنة، عددها بيساوي عدد البروتونات داخل النواة، ولذا فالذرة متعادلة كهربائية، حيث عدد الشحنات الموجبة بيساوي عدد الشحنات السالبة. طب كتلة الإلكترونات ضئيلة جدا يمكن إهمالها مقارنة بكتلة البروتونات والنيوترونات، ولذلك تعتبر كتلة الذرة مركزة في مين؟ في النواة، لأن الشحنة بتاعتها موجبة. تمام؟ حركة الإلكترونات حول النواة. تدور الإلكترونات حول النواة في المدارات اللي هي دي اسمها إيه؟ مدارات، وبنسميها مستويات إيه؟ الطاقة. طب إيه مستويات الطاقة دي؟ مناطق وهمية. يبقى تعرف مستويات الطاقة دي مناطق إيه؟ وهمية، يعني مش موجودة في الحقيقة بس. تمام؟ مالها؟ تتحرك خلالها الإلكترونات، بتتحرك فيها مين؟ الإلكترونات حول النواة. يبقى مستويات الطاقة دي مناطق وهمية تتحرك فيها الإلكترونات حول النواة، كل إلكترون بيتحرك على حسب إيه؟ طاقته. تمام؟ أقرب كم مستوى من مستويات الطاقة دول؟ 7 اللي هما K L M N O B Q. ده رموز المستويات. ترتيبهم الأول K، التاني L، التالت M، الرابع N، الخامس O، السادس B، السابع Q.
أقرب مستوى إلى النواة مين هنا اللي احنا شايفينه هو الكي. أبعدها الكيو. أكبر مستوى الطاقة اللي هو الكيو. كل ما تبعد تكبر الطاقة، فأكبر مستوى الطاقة كي. طب كيو أصغر طاقة كي. هناخد حاجة تاني دلوقتي اللي هي العدد الذري والعدد الكتلي. ايه هو العدد الذري؟ زي ما احنا شايفين عنده عنصر، هناخد العناصر الكيميائية ان شاء الله السنة دي. فعندي عنصر اكس مثلا، عنصر مجهول انا مش عارف اسمه، فبلاقي عدد من فوق وعدد من تحت بيتكتب. ايه هو العدد من فوق ده؟ بنسميه عدد كتلي، والعدد اللي من تحت بيكتب بنسميه عدد ايه؟ ذري. طب ايه هو العدد الكتلي يا مستر، وايه هو العدد الذري؟ هنعرفهم دلوقتي، ركز معايا. العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة، نواة ذرة مين؟ العنصر، أو هو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول العنصر. يبقى العدد الذري ده عدد البروتونات مين؟ الموجبة الموجودة في مين؟ في النواة. خدناها النواة من شوية وقلنا فيها هي بروتونات موجبة، فالعدد بتاع البروتونات ده بنسميه عدد إيه؟ ذري. كمان عدد الذري ده بيساوي عدد مين؟ الإلكترونات السالبة اللي بتدور حوالين النواة. ركز معايا كده. احنا قلنا من شوية ان هو بتتكون من ايه؟ بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة، فالعدد بتاع البروتونات الموجود في النواة ده هو بنسميه العدد الذري. فكمان عندي العدد البروتونات ده بيساوي عدد الالكترونات، يعني الاتنين متساويين في الذرة. فعدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات السالبة، العدد البروتونات الموجود في النواة بيساوي عدد الإلكترونات اللي بتدور حوالين النواة، والاتنين بنسموهم العدد الذري. طب إيه هو العدد الكتلي؟ الكتل اللي هو من فوق، ركز معايا، هو مجموع البروتونات والنيوترونات، فبيجمع الأعداد بتاعت النواة كلها. ما احنا قلنا ان هو تتكون من البروتونات والنيوترونات، فالاعداد بتاعت البروتونات والنيوترونات مع بعض بنسميهم عدد كتلي. يبقى مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات معا داخل النواة ده عدد كتلي. تمام. لكن العدد البروتونات بس او الالكترونات بس ده العدد الذري. الذري بيكتب من تحت، الكتلة بيكتب من فوق. يبقى عندي العدد الذري هو عدد البروتونات هو عدد الإلكترونات. عند العدد الكتلي احنا بنقول مجموع البروتونات والنيوترونات، يبقى العدد الكتلي هو مجموع البروتونات والنيوترونات. عدد النيوترونات هو العدد الكتلي ناقص العدد الذري. علل العدد الكتلي أكبر من العدد الذري غالبا. ليه العدد الكتلي من فوق ده دايما بلاقيه أكبر أو بيساوي العدد الذري اللي من تحت؟ في الأغلب بيكون أكبر. ليه؟ لأن اللي من تحت اللي هو الذري ده بروتونات بس، لكن الكتلة بروتونات ومين تاني؟ والنيوترونات. فالنيوترونات على طول ليها عدد ما عدا ذرة واحدة اللي هي الهيدروجين ملهاش عدد. العنصر الوحيد اللي عدد الكتل بيساوي عدد الذري واحد واحد اللي هو مين؟ الهيدروجين سوري، مش الهيليوم، الهيدروجين. تمام؟ طيب، يبقى عندي ليه العدد الكتلي أكبر؟ لأن العدد الكتلي بيحتوي البروتونات والنيوترونات، والذري عدد البروتونات إيه؟ فقط. أنواع العناصر: فلزات، لا فلزات، أشباه فلزات. أنواع المركبات: عند أحماض، كلويات، أكاسيد، أملاح. أنواع الأكاسيد: عند أكاسيد حمضية وأكاسيد قاعدية. هنعرف الحاجات دي إن شاء الله السنة دي. تصنيف العناصر: الفلز. إيه هو الفلز؟ ده عنصر ذو لمعان موصل جيد للحرارة والكهرباء. اللافلز عنصر رديء توصيل الحرارة والكهرباء، يعني الفلزات عكس اللافلزات. شبه فلز عنصر له خصائص كل من الفلز واللافلز، يعني دي حاجات من الفلز ودي حاجات من اللافلز. تمام كده؟ طيب كده احنا خلصنا الجزء الأول من كورس تأسيس للعلوم الصف الأول إعدادي. الكورس ده ينفع لأي حد في أولى في تانية في تالتة إعدادي. الكورس ده مقسم لثلاث أجزاء. أول جزء إحنا أخدناه النهاردة، والجزء الجاي إن شاء الله هينزل خلال أيام على الصفحة وعلى قناة اليوتيوب. أنا حاطط لكم أهو الصفحة على الفيسبوك الكريتيف في العلوم والفيزياء، أو اليوتيوب الكريتيف في العلوم والفيزياء. تمام. فينفع تتواصل كمان على الواتس لو عايز أي سؤال معاك واقف، أو ملحوظة عاوز تسأل فيها، أو أي حاجة مش فاهمها، ممكن تبعت على الواتس أو التليجرام في